يا صباح الفل. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يلا كلكم نشاط وحيوية كده. تعالوا معايا في ورشتي. هنتفرج النهاردة على ورشة تجديد أساس. في تجديد أساس وفي كمان شغل تاني هيعجبكم جدا. النهاردة بناتي حبايبي حبوا ان هم يغيروا في كرسيين بالشكل ده. ياخدوا عليهم التكنيكات اللي هي بتنفع على تجديد الأساس، زي طريقة عمل تجزيعة الخشب البارزة، وعملنا على الرجلين بتاعة الكرسي استنسل بارز، وحبينا ان احنا ندهنها بطريقة حلوة. هنا طبعا بنوتي الحلوة بتعمل الاستنسل على الرجلين. هو موضوع متعب شوية بس ممتع جدا. بعد ما بنعمل الاستنسل بننشفه بالسشوار او بنسيبه ينشف، بس احنا عشان طبعا بنستغل الوقت بسرعة بننشف بالسشوار. بعد ما بتنشف بندي صنفرة خفيفة جدا، وبنبدأ نكون اللون اللي حسب رغبة اللي بتعمل الكرسي. هنا عملت لهم اللون الفانيلا او الجريش كده، يعني مدي مدي على على بيج، على غامق شوية. اوكي، يعني مدي فانيلا بس اتقل شويه تقيل. لونا تشوك بينت، وبعدين عملنا دراي براش عليه باللون الابيض. وبدأنا ان احنا نعتق بعد كده الجوانب بتاعته بالدرجه اللي هو الاسود الجليز، يعني شبيه كده بالجليز. انا بعمله طريقته انا بعملها. فبنحط مثلا الفازلين عليه نقطتين لون اكريليك من الاسود او بني مع اسود، وببدأ اعتق بيه، بيبقى في منتهى الجمال كأنه زي الجليز بالظبط. بناتي حبايبي عملوا التكنيك ده. الشغل عجبهم جدا، لان هو دي كان يعني تبع رغبتهم. هم عايزين حاجة كده تبقى بنفس درجات اللون دي، حلوة قوي. يعني بتفكرني بالجدارية، كأنها جدارية لكن على قطعة فرنتشر. حاجة كده زي يعني مثلا اولد بنت. تحس انها قديمة، يعني حاجة طلاء بطريقة قديمة شوية. خلاص. طبعا انتوا شايفين هنا تجزئة الخشب فوق على السطح، كان شكلها حلو قوي، واخدة حوالي 3 أو 4 درجات لون. هنا كده ماسكين السبونج أو بنعتق الحروف أو الجناب باللون الأسود أو البني الغامق. هنا شايفين انتوا تجزئة الخشب، بصراحة كانت في منتهى الجمال. الكرسيين دول هما الاتنين المفروض يتحطوا جنب بعض. طبعا كل حاجة، كل واحد مختلف عن التاني. المفروض يتحطوا جنب بعض، هتحط ترابيزة هتتعمل زي او الدور. فهم ان شاء الله هيعملوا الترابيزة بنفس الشكل ده. هنا اما خلص انتهى الكرسي. شايفين درجة اللون هنا مختلفة شوية عن الإضاءة التانية، لأن هي دي الطبيعة بقى، لأن التاني كان فيه تحت الخيمة، فالخيمة الخيامية كانت مدية لون محمر شوية، لكن هو ده اللون الطبيعي بتاعه. اوكي. وهنا طبعا في الشمس، يعني بصوره لكم في كل الاماكن، بحيث ان انتوا تعرفوا درجة اللون كانت عاملة ازاي بالظبط، لان كل اضاءة وليها اختلاف في اللون. شايفين انتوا الرجلين مديه شكل حلو قوي. طبعا لو في عندنا مساحة اكبر، الترابيزة تكون مثلا المساحة بتاعتها اكبر، هيبان الشغل ده اكتر عليها، وهيبقى في منتهى الجمال. خطوات بسيطة عملت معانا حاجة حلوة جدا. تغيير ده جزء من الورشة بتاعتنا، لان الكورس عندي 4 حصص بأربع تكنيكات أو أكتر من 4 تكنيكات كمان تمشي على الأساس. هنا بقى هناخد كرسي من الكراسي الفيليه الصغيرة. هنبدأ ان احنا نعيد صياغته تاني، لان في طبعا ناس ما بيحبوش الالوان الغامقة، فحابة انها تغير، وتغير كمان الكسوة او القعدة بتاعة الكرسي. عملنا درجة الفانيلا الفاتحة. بدأت اللي هو برضو تشوك بينت، او تقريبا ده كان الوتر بروف. عملته وعملت طبقتين منه.
طبعًا بياخد دقة شوية في الكسوة، يعني في الطلاء هو أساسًا الwaterproof، يعني التغطية بتاعته عالية جدًا، فدرجة واحدة تنفع بس أو طبقة واحدة تنفع، بس إحنا حبينا ندّي له طبقتين عشان يبقى غني. هنا هناخد قماش، أنا كان عندي قماش duck، خدت اللون الmetallic بتاعي وstencil وعملت الstencil علشان إحنا دي هنعمل بيه القعدة بتاعة الكرسي. أوكي، هنثبت الstencil كويس، هنثبت الstencil ونبدأ إن إحنا نملى كل الفراغات اللي فيه باللون الميتاليك. زي ما انتم شايفين الميتاليك تقيل، فإحنا طبعا بنحاول إن إحنا نوزع الأول اللي في الفرشة كلها على القماش، وبعدين نبدأ ندق قطعة قطعة بحيث إن أنا أملى كل الفراغات، أخد نفس الشكل بالظبط على القماش. طبعا أنا بثبت بالسولوتيب عشان ما تتهزش معايا، باحاول أخلّي الفرشة بتاعتي لا هي مليانة أوي ولا هي فاضية، المهم وسط لدرجة إنها ما تسيحش تحت الشيت وتدّيني شكل حلو أوي. اللون الميتاليك ده برضه من تركيبي، أنا اللي باركّبه، حتى يعني تحسّي إن اللون الدهبي لون راقي، مش الألوان الفاقعة اللي هي زي بتاعة الألوان الدهبي المائي، يعني دي تحسّيها كده إنها إيه، واخدة زي زيتوني شوية، يعني الدهبي اللي عامل زي الزيتوني. المهم خدنا الموتيفة، عملتها فوق نُص القماش بالضبط لإن أنا خدت المساحة بتاعة قعدة الكرسي. هنبدأ بقى دلوقتي، أنا حبيت إن أنا إيه، أشيل المسامير اللي على الكرسي وبعدين ندق بيها تاني. المسامير بصراحة متثبتة بطريقة مش عايزة تتشال خالص، ففكرت هنا في فكرة، طبعا احنا بنجدد. فكرت في فكرة هنا دي، بص شايفين درجة الدهب مؤكسدة كده حلوة قوي. فكرت في فكرة بقى، الإبرة والفتلة، إن أنا أخيط القماش ده مع القماش التاني وأبدأ أحط الكردون مكان المسامير، ألزق بمسدس الشمع الكردون مكان المسامير. دي الفكرة اللي أنا فكرت فيها، إن إحنا ناخد كل الحروف. هي بدأت تشتغل اهي معايا بالإبرة، وريتها طبعا البداية بتاعتها، بدأت هي بنثبت في القماش نفسه، أو ثبتنا الأول بدبابيس وبعدين ابتدينا نخيط وحطينا الكردون ده مكان المسامير اللي هي اللي كانت مدقوقة. هو خد مننا متعب شوية، بس هي كانت مبسوطة جدا من التغيير ويعني عجبها. ادي شكل تاني لتغيير الاساس او لتجديد الاساس. حتى بتجديد الكرسي نفسه ممكن نشيل المسامير وندقها، ولو هي برضو معصلجة معانا كده، مش عارفة ليه هو هنا اتعاد تاني، بس مفيش مشكلة. يعني حسيت ان انا ضفت الفيديو تاني، مع ان هو اوكي، يعني هو اتضاف مني في الفيديو بصراحة يعني ما كنتش اقصد ان هو يتضاف. اوكي، المهم ان نتكلم شوية عن تجديد الاساس. الكورس عندي 4 حصص. في الاربع حصص دي بتاخدي كل تكنيكات اللي انت بتقدري تاخديها في تجديد الاساس، يعني اي حاجة بتنفع مع تجديد الاساس بناخدها. سواء بنعمله اللي هو البوهو ارت، بناخد البوهو، او بنعمله اللي هو مثلا الاولد بينت زي احنا ما قلنا، حاجة قديمة جدا. بنعمل معاه ديكوباج، حاجة كده فلوري حلوة. بنعمله باللي هو بتجزئة الخشب، الحاجة يعني في كذا تكنيك أنا مجمعاه، بحيث إن احنا يعني أجمع كل ده في كورس واحد. اللي يجي ياخد الكورس ده يبقى خلاص كده متشبع بكل حاجة في فن تجديد الأساس. زائد طبعا إن احنا بناخد إزاي نعالج الأساس أصلا وبعدين نشتغل عليه بطريقة فنية. لكن نجارة لا، يعني محدش بيجي يقول لي مثلا أنا عايزة إزاي عندي حاجة مكسورة إزاي أعدلها. طبعا يعني أنا لا ماليش في موضوع النجارة خالص. أنا عايزة القطعة بتجيلي من ناحية النجارة كويسة
جدا. وبعدين بعد النجارة نبدأ بقى إن أنا إيه، يعني أضيف لها لمسات فنية بحيث إنها تغيّر من شكلها، بدل ما تكون مثلًا قطعة مستهلكة كده قديمة من حيث اللون ويعني والdesign لحاجة جديدة، أوكي؟ طبعًا هنا الفيديو بيتعاد تاني، فما فيش مشكلة خالص، في الإعادة إفادة. هي طبعًا غصبٍ عني إن الفيديو اتكرر تاني، فحبيت إن أنا وأنا باعمل المونتاج، آمم يعني أفسّر لكم أوضح إيه موضوع تجديد الأثاث. طبعًا هنا زي ما أنا قُلت لكم، طبعنا الشكل بstencil. ممكن تعملي أي شكل stencil، لو بتعرفي ترسمي ارسمي، لو ممكن تحطّي البوستر وتعملي ديكوباج، بس دي أنا بافضّل الstencil أكتر، دي صراحةً يعني، لإن طبعًا إحنا بنتعامل مع ورق، فما فيش داعي، يعني خلّينا بالstencil أحسن. وبعدين الstencil ده أنا جرّبته وحطيته كمان في الغسالة، ما بيطلعش خالص، ولا اللون ولا اللمعة بتقِل، بالعكس، عفوًا، بالعكس بتبقى ثابتة، لدرجة إن أنا عملت منها شُنط، عملت منها كُشَن، عملت منها مفارش رمضان، كانت طالعة تحفة جدًا، شكلها حلو أوي. هنا طريقة التثبيت للناس اللي مش عارفين يشيلوا المسامير من الكرسي، طبعًا لإن أنا حسيت إن أنا لو شِلت المسامير بالعنف شوية ممكن الكرسي نفسه، لإن الكراسي دي بتبقى خفيفة أوي، ممكن يتأثر وممكن يعني يعني يتبهدل أو كده. فقُلت الأحسن إن إحنا طيب إيه فكرة بديلة، طبعًا لازم نشغّل مُخّنا في الحاجات دي كلّها. فلقيت الإبرة والفتلة سهلة جدًا، بدأنا نعملها ورُحنا حاطين على المكان ده كاردون تاني لايق مع نفس القعدة اللي إحنا عملناها. خلاص، هاورّيكم بقى بعض ترابيزات كده اشتغلنا عليها برضه. هنا ده شعب شيك عادي جدًا اللي إحنا بنعمله طول عمرنا، وحطينا stencil في الجناب، وعملنا بوستر كده صغير جميل أوي، يعني في النُص عامل زي الأوبيسون، ادّى شكل جميل للقطعة، لإن هي كانت بُني كده كئيبة، والناس الموبيليا عندهم لونها فاتح، فهي حبِّت إنها تفتح المواضيع دي. في شكل تاني إسلامي عملناه بالstencil، كل ده بالstencil، عملناه بشكل زي الموزايك، يعني في قطعة كانت موزايك تحت كده، حبيت إن أنا أقلد الموزايك ده ونعمله بالضبط في الترابيزة. تجديد الأثاث كورس ممتع جدًا، يعني حاجة بصراحة تقدري إنِّك أنتِ تجددي عفشِك تاني بخامات وبإمكانيات بسيطة جدًا. طبعًا الcoffee corners دلوقتي طالعة موضة جدًا، إحنا عملنا كذا شكل منها. عملنا منها اللي فيها ديكوباج، دي كانت لوحتين وأنا